الريسبي المفروض فيها أو الوصفة المفروض فيها 4 صدور دجاج، لكن أنا بسوي بس 3 اليوم، وبوريكم باقي المقادير. راح أحتاج بصلة يكون حجمها متوسط مقطعة ومفرومة ناعم، وراح أحتاج بقدونس مفروم ناعم، راح أحتاج كوب من مرق الدجاج، ربع كوب من كريمة الخفق، راح أحتاج فصين ثوم مفرومين أو مهروسين، زيت زيتون، ملح وفلفل، تشيلي باودر او فلفل حار مره يكون، بس ملعقه او ملعقه صغيره مثل ما انتم حابين. راح نحتاج زبده تقريبا ملعقتين، وراح احتاج عصير ليمونه واحده فريش يكون او ليمونتين على حسب الرغبه. اول شيء راح نسويه حنحط ملح وفلفل على صدور الدجاج من الجهتين قبل لا نبدا نطبخها. اليوم حطبخ صدور الدجاج في البان او في اي شيء انا اقدر ادخله للفرن بعدين، فانا ببدا احميها الحين، والين ما تحمى البان اللي راح نطبخ فيها راح نولع الفرن على درجه حراره عاليه بس من تحت، وعلشان نخلص فيه الدجاج. لما نتاكد ان البان مره حمت راح نحط تقريبا ملعقتين زيت زيتون، وراح نحط الدجاج وصدور الدجاج. راح نحمر الدجاج على كل جهة من 2 إلى 3 دقائق ألين ما تاخذ لون حلو، وبعدين راح نكمل طبخها في الفرن إلين ما يتحمر الدجاج. راح أجيب أي شيء أقدر أخلط فيه مرق الدجاج، وراح أزيد عليه الليمون، وراح أحط معاه الثوم، وراح أحط معاه شوي من التشيلي فليكس عشان ما يطلع مرة حار، وراح أخلطهم مرة كويس مع بعض. صدور الدجاج الحين تحمرت على الجهتين، فراح اخليها شوي على جنب، وراح ابدا في الصوص في نفس البان اللي سوينا فيها الدجاج. راح احط البصل في نفس البان اللي سوينا فيها الدجاج، وراح ابدا احرك البصل دقيقة واحدة بس. الحين راح ازيد على البصل مرق الدجاج اللي خلطنا معاه الثوم والليمون، وحنحركه ونرفع عليه النار. راح نخليها تغلي الحين تقريبا من 10 دقائق الى ربع ساعة الين ما تتبخر وتثقل الصوص شوي. الصوص غلى وخلص وقلت كميته، بس انا اخذته وطحنته بالبراون، انتوا تقدروا تطحنوه في الخلاط او لا مثل ما انتوا حابين. الحين انا هديت النار مرة، وراح احط الزبدة واحركها مع الصوص الين ما تسيح الزبدة مرة. اول ما ساحت الزبدة راح احط ربع كوب الويبنج كريم، وراح احركها واخليها تغلي غلوة واحدة بس. اول ما بدأ يغلي الصوص راح ارجع الدجاج، وراح اغطي الدجاج بالصوص تقريبا دقيقة، وبعدين ادخله الفرن. وراح اغطي الدجاج بالصوص تقريبا دقيقة، وبعدين ادخله الفرن. الدجاج قعد تقريبا في الفرن من 10 دقايق الى 12 دقيقة، فاكيد هو استوى 100%. حطيت عليه من فوق شرايح ليمون، ورشيت عليه شوي من البقدونس المفروم، والحين باكل ونشوف الطعم واقول لكم.